لك على اسهل واسرع طريقه لتنظيف الجمبري وازاي نشيل منه السلسله الرمليه بكل سهوله. اول حاجه بنجيب الجمبريايه وخله اسنان، بنعد تالت فقره في الظهر من بعد الراس، تالت فقره في الظهر من بعد الراس بنغرس فيها خله الاسنان وبتطلع معانا السلسله الرمليه بمنتهى السهوله. اهم حاجه تالت فقره عشان نقدر ان احنا نشيلها بكل سهوله. بعد كده معانا مقص طبعا مخصص للاكل، بنبتدي بقى نشيل الزيادات الارجل والحاجات دي عشان مش بتبقى حلوه بعد التسويه. وهو انا بكررها معاكم كذا مره، تالت فقره من بعد الراس نبتدي ان احنا نحط خله الاسنان ونشيلها بكل سهوله. ممكن نلاقي السلسله الرمليه لونها جري غامق، ممكن نلاقي لونها فاتح، عادي جدا، المهم ان هي لازم تتشال. اما بالنسبه لراس الجمبري في ناس بتفضل تشيلها، انا ما بحبش اشيلها ابدا، بكتفي بس بان اشيل الحته الناشفه دي اللي شلتها معاكم بالمقص وخلاص على كده. لان بصراحه الراس دي بتدي طعم حلو جدا جدا لمرقه الجمبري وشوربه السي فود والكلام ده كله. اما بالنسبه لطريقه تسويته فانا بعمله بطريقه مميزه جدا وطعمها حلو قوي، احلى من المطاعم مليون مره، ومش مقليه وخفيفه جدا، هتلاقوها عندي في القناه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا لايك كتير واشتراك في القناه.